يلا بينا نبدأ. أول زاوية في تمرينة الدراع هتبقى على الكابلات بالروب. تحاول تخلي جسمك متني لتحت شوية صغيرين وتخلي كوعك لقدام. السر كله في الزاوية دي إنك تحاول دايما تسترتش الترايسبس للآخر فوق وتسكويز عليها، تعصرها للآخر تحت من غير ما تزق الوزن بكتفك. هي دي التركية اللي هتخلي الترايسبس عندك تشتغل كويس جدا. هنكمل تاني زاوية في تمرينة الدراع، هتبقى برضو ترايسبس. هنلعب على الكابلات، هنحط الزجزاج ونمسك ضيق. حاول تسند جسمك كويس في الماشين وتخلي كوعك ثابت. مش مهم ان هو يتفتح منك او لا، بس اهم حاجة ان هو ما يتحركش منك عشان كتفك ما يوجعكش. زق للاخر وانزل استرتش للاخر، هتلاقي الترايسبس ولعت معاك. دلوقتي هنبدأ البايسبس. أول زاوية في البايسبس هتبقى تبادل بالدمبل كيرلز وانت واقف. سواء هتلف الدمبل زي ما انا بعمل كده او سواء هتخليه ثابت زي ما هو، في الحالتين حاول وانت بتطلع تعصر الدمبل لبره في كل عدة عشان البايسبس تسكويز عليها للآخر وتحس بكل عدة بتعملها ان فعلا البايسبس هي اللي شغالة معاك. حاول على قد ما تقدر ما تزقش الوزن بظهرك، ثبت رجلك كويس، ما تحاولش ترجع ظهرك ورا. طيب دي اخر زاويه في البايسبس واخر زاويه في تمرينة الدراع كلها واخر زاويه في السايكل عامه. دي هتبقى عضله البريكيالس. عضله البريكيالس دي عضله صغيره موجوده في الجنب كده بين البايسبس والترايسبس، ودي عشان تتمرنها انت محتاج تقلب ايدك عكس البايسبس وتحاول تسكويز وتورس فيها للاخر. هتحس ان هي الفور ارم بيشتغل معاك اكتر شويه، وهتحس كمان معاها ان عضله البريكيالس اللي في بره البايسبس والترايسبس كده اللي في الجنب دي هتلاقيها شغاله معاك كويس.